السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الحلوين الجمال عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل مع بعضينا دلوقتي البطاطا الحلوة المتكرملة ديت في الفراير. كلهم يعني كذا حد طلب مني اعملي لنا يا سالي البطاطا في الفراير، فحبيت اطلع بقى اوريها لكم. هي اخدت مني بالظبط 15 دقيقة. تعالوا نبدأ ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف هتعمليها ازاي. اول حاجة انا الفراير بتاعتي سخنتها دقيقتين 3 كده، عشان ما ينفعش ان انت تحطها دايركت كده على طول وهي لسه بارده. لازم تسخنيها في اي حاجه دقيقتين 3 بس، انها ايه عشان ما تقعدش فتره طويله. انا جبتها وحطيت طبعا الورق بتاع الفراير المخصص ليها، علشان يعني بنحافظ على النظافه بتاعتها مش اكتر من كده، عشان اصلا البطاطا هتنزل العسل المكرمل ده هينزل في الفراير، فعشان ما تتوسخش جبت البطاطا بتاعتي غسلتها غسله حلوه جدا جدا جدا، ورحت مقطعهم. حاولي ما تحطهاش تبقى قطعه واحده عشان ما تطولش، هي هتستوي لكن عشان ما يعني احنا ايه ما نضيعش وقت كتير. جبت نص كوبايه من الميه وحطيت فيها معلقتين من السكر، اللي هي معلقه السكر بتاعت الشاي، معلقه الشاي، وقلبتها جدا جدا وبقيت اسقسق بقى. شفتوا؟ بصوا بسقسق كده البطاطا، وتفضلي داير ما يدور. مش عايزاها بالسكر خلاص سقسقيها بس بالميه وهتحطيها وتبقى زي الفل. انا عملتها قبل كده من غير السكر، كانت جميله جدا، بس المره دي قلت اغير للعيال واعملها لهم بالايه، بالسكر. تفضلي تسقسقي تسقسقي كده وتقومي ايه بعد كده تقومي قافله. انا قلت اوريكم بس عشان تبقوا شايفين الخطوه ديت. تمام. ليه هنحط الميه؟ عشان تنجز معايا، يعني تخليها تعرق شويه معايا وتنجز معايا في الوقت، مش اكتر من كده. انا دخلتها وهشغلها على درجه حراره اللهم صل على النبي، انا كنت مشغلاها على 200 وهديها 15 دقيقه. انا اوريدي فتحت عليها بعد 15 دقيقه لقيتها كانت استوت، بس كانت عايزه دقيقتين كمان. بصوا هنا اهو، انا يعني قلت لا اديها كمان دقيقتين عشان تبقى احلى واحلى. كانت هنا اللي بيحبها مش مستويه قوي كانت كده حلوه، لكن انا عشان عندي اطفال وكده فبحبها تبقى ايه مستويه. بصوا بوريكم انها بالشوكه، بصوا ازاي. ورحت مدخلاها واديتها يا دوبك هما دقيقتين بالعدد، لانها بسم الله ما شاء الله الفراير درجه الحراره بتاعتها بتبقى عاليه فما تطوليش. اهي اديها هنا كانت خلاص طلعت، وقلت بقى ايه اتفرجوا معايا. عايزه اقول لكم ان الفراير تعملوا فيها الفراخ بعد ما تسلقوها حطوها بقى في الفراير مش في الشوايه، يا لو على الجمال. بتبقى كهرمان لون كده، بيبقى كهرمان. البومبار عملته معاكم. في حاجات انا بعملها فيها هطلعها لكم واوريها لكم بتبقى عامله ازاي. ولا السمبوسه يا خروفي على السمبوسه. هنا بقى كانت البطاطا خلاص خلصت، كانت سكر سكر. الفيديو ده كان الساعه الثانيه بالليل، كنت انا وابني. عايزه اقول لكم طلعت حلو، جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. الفيديو لو عجبك اوعي تنسوا اللايك والشير. باي.